كريم نيفيا والقهوة اختي، الوصفة المعجزة الجبارة في علاج التجاعيد وتبييض وتوحيد لون البشرة. كنت اختي كتعاني من تسبغات، لاطاش، الحبوب، النمش والكلف، بغيتي البشرة ديالك تبان زجاجية منذ اول مرة، وتنسي عليا الكريمات والوصفات ترميهم عليا اختي في الزبالة وتبقاي معتمدة ومدمنة على هاد الوصفة هادي. فاختي جربيها معايا، نوضي حيد عليك العكس دابا، وقولنا في التعليقات كيفاش جاتك. فيها ترطيب رائع خصوصا النساء اللي عندهم البشره جافه، كتعالج التجاعيد منذ اول مره، وبمسحه واحده كيمشي داك السمرار بحال كنتو كتكذبوها البنات. النتيجه امام اعينكم، كنخليها لكم دائما في لي فيديو باش تشوفوا تبارك الله النتيجه بعويناتكم. فجربوا البنات وحكموا وردوا علينا في التعليقات، وبسم الله على بركه الله غادي نمشيو باش نتعرفوا على مقاديرها، طريقه استخدامها واستعمالها. ولكن حبيباتي ما تنساوناش من لايكات ديالكم لا فيديو، باش ما كثرتوا من لايكات ديالكم باش ما لا فيديو الحمد لله كيزيد ينتشر ويوصل عند معظم النساء. اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش تبقاو توصلوا بكل ما هو جديد. واول حاجه البنات غادي نحتاجوها ان شاء الله هي كريم نيفيا العلبه الزرقاء. عندي البنات هذه العلبه هذه اللي كدير ما بين 25 حتى ل 30 درهم مغربيه على حسب شحال غيبيع عليك مول المكياج. فيها 150 مل. بالنسبه لكريم نيفيا البنات راه يلاه تقادت ليا العلبه الاولى ها هي، وخديت العلبه الثانيه ومازالت هي قريبه تقاده، يعني باش تعرفوا راني كنستهلك هاد كريم نيفيا هذا زوين. غنشرح لكم كذلك في الاخر لا فيديو كيفاش ممكن ترطبي به بوحديتو ويحيد لك التجاعيد، لان النتيجه ديالو الصراحه مبهره بكل ما فيه الكلمه من معنى. بالنسبه للبنات اللي يقولوا لي باش كتعرفي الكريم اصلي او غير اصلي، فكتعرفيه بهاد الكتابه هادي، ملي كتمسها بالاصبع ديالك كتلقيها مطبعه ومحفره. كذلك ملي كدوريها في اللور كتلقاي هاد الكتابه حتى هي مطبعه ومحفره. هنايا كتعرفي كريم اصلي 100%، والثمن ديالو رخيص كما قلت لكم، يعني ثمن اللي هو جد مناسب. بالنسبه لثاني حاجه غنحتاجوا القهوه سريعه الذوبان ولا القهوه حبيبات. انا عندي نيسكافيه، ممكن تاخذوا اي ماركه بغيتو على حسب كل وحده شنو الماركه بطبيعه الحال كتفضل. كاينين بزاف ديال الماركات. وكما قلنا كريم نيفيا العلبه الزرقاء بالضبط، لانه العلبه الزرقاء دائما البنات هاد العلبه هذه الثمن ديالها مناسب والترطيب ديالها عميق. بالنسبه للمكونات الثانويه غنحتاجوا الحليب المجفف ولا الحليب بودر، عندي هنايا نيدو، ممكن بطبيعه الحال تخدموا باي نوعيه ديال الحليب. غادي تحتاجوا معايا النشا وما يعرف بالمايزينا، وعندي هاد النوعيه هذه تقريبا البنات فيها 180 غرام، كدير واحد 8 دراهم مغربيه. غنحتاجوا نشا. غادي نحتاجو كذلك البنات ان شاء الله الى الباودر ديال الاطفال. علاش الباودر ديال الاطفال؟ كتبيض، كتخلي الجسم منسم، وكتزول الرطوبه اللي كتكون في الجسم. هنا عندي هاد الانواع بجوج، كل وحده كدير 5 دراهم، يعني كل علبه كدير 5 دراهم، الثمن ديالها كيبقى جد مناسب. باودر ديال الاطفال رائعه اقتصاديه يا البنات، انا ما كتخطانيش. شوفوا بالنسبه لهاد النكهات بجوج ريحتهم كتحمق يا البنات، ريحتهم الهبال. هانتوما ناعمه وماصه للرطوبه. فغنحتاجوا اي باودر عندك بطبيعه الحال ممكن تخدمي بها. فكما قلنا غزالاتي غادي نحتاجوا ان شاء الله الحليب بودر، النشا، القهوه، كريم نيفيا العلبه الزرقاء، وباودر ديال الاطفال. وكذلك ان شاء الله غادي نحتاجوا القنينه من ماء ورد او ماء الزهر على حسب المتوفر. هنا البنات عندي ماء ورد، وعندي هنايا في الثلاجه، لانه هاد الوقيته الصيف كنبغيو هكذايا ننتعشوا الوجيه ديالنا. هذا البنات كيصلح للتجميل وحميره العين والحمى والتجاعيد، رائع جدا، يعني الا لقيتوه على ضمانتي غير خدموا به. المهم هنايا قريعه ديال الماء ديال الورد. هادشي اللي كاين البنات، المكونات الساهلين غير هما تبعوا معنا الخطوات. اول حاجه البنات غنبداو بها هي القهوه. غادي ناخذ كميه ديال القهوه سريعه الذوبان اولا القهوه حبيبات. غادي ناخذ شويه ديال الميها ديال الورد، وغادي نضيفو كميه ديال النشا او ما يعرف بالمايزينا. كميه كتبقى اختياريه، الملعقه الاولى، الملعقه الثانيه، والملعقه الثالثه ديال النشا. كنحاولوا نجمعوا. نحاولوا نخلطوا.
كما كتلاحظوا عندنا هنايا الماء ديال الورد مع كميه ديال النشا. ودابا البنات غادي نضيفوا الحليب بودر اولا الحليب غبره. نحاولوا نجمعوا الكل. شوفوا الوصفه قوامه كيفاش ولا، ما شاء الله حبيباتي. غنزيدوا حبيباتي كميه ديال الباودر ديال الاطفال. هاد الوصفه هذه اختي الا ما جربتيهاش غادي تندمي ندم عمرك، لانه دقه بطله للتجاعيد ودقه بطله للسواد. يعني انا عارفه بزاف ديال المتتبعات ديالي كيعانوا من السواد تحت الابطين بين الفخذين، فعطا الله في المناطق كاملين في الجسم. فاحسن حاجه هي تخلصي منهم بشكل نهائي بوصفات طبيعيه واقتصاديه. المهم هنايا كنزيد واحد شويه ديال الماء ديال الورد وكنحاولوا نخلطوا كلشي. نتوما حبيباتي، وكريم نيفيا غتضيفوه في الاخر ديال الوصفه ان شاء الله. هانتوما شوفوا القوام ديالها. فدابا غادي ناخذ تقريبا البنات اللي تيقولوا لي شحال الكميه ديال كريم نيفيا كتخدمي بها. فانا كنخدم على حسب، بعض المرات كنخدم بكميه قليله، بعض المرات العكس. المهم هنايا هي معلقه صغيره، ولكن نتوما ممكن تخدموا مثلا باكثر من هاد الكميه هذه. تحاولوا تجمعوا كلشي. الا جاتك الوصفه جرات عاودي زيدي كميه ديال يعني الكميه ديال النشا او ما يعرف بالمايزينا. وهذا هو الشكل النهائي. راه ما كتبقى فيها حتى شي حبيبات ولا كريات ديال الوصفه. شوفوا ما شاء الله البنات، الوصفه معجزه، الكنز الرباني المعجزه بالنسبه لي انا. البنات راه ما كتخطانيش هاد لاغوسيت، اللهم بارك فيها. فملي كتحصلي اختي على هاد الوصفه هذه ما عليك الا تطبيقها على اي منطقه بغيتي تفتحيها وتبيضيها، يعني العنق، الوجه، اليدين، بين الفخاذ، الكوعين، المرفقين، اي بارتي بغيتي في الجسم. فطبقيها عليها وخليها حتى تنشف، يعني خليها حتى تجف تماما. ومني تنشف اختي عاد استخدميها اختي، غسليها، لانه هي كتتم بجوج ديال الطرق. انا غنطبقها معكم. كاينه طريقه البنات الاولى هي انك كتغسليها عادي، تلاحظي انه مثلا طبقتيها على واحد المنطقه تلقايها بيضاء، المنطقه الاخرى تلقايها باقا في اللون ديالها. فركتيها كتزول الوساخ، جلد الاوزه وجلد الدجاجه والقشور الميته صراحه يكون افضل. ولكن بطبيعه الحال نتوما كتبقى لكم حريه الاختيار. المهم دابا بسم الله كنطبقوها بهذا الشكل. ها نتوما حبيتي هذا هو الشكل ديال الوصفه. كتخليوها تنشف، ومن بعد مثلا لا غسلتوا هذه المنطقه غتلقاوها بيضاء على هذه المنطقه هذه، غتلقاوها مازال سمراء في اللون ديالها. راكم شفتوها البنات في الفيديوهات اللي خليت لكم. راه ما شاء الله البنات الوصفه معجزه، اقتصاديه ورخيصه، ومنذ اول استعمال غتبان لكم تبارك الله النتيجه. بالنسبه للبنات اللي يقولوا لي شحال مره نبقاو نديروها في الاسبوع، فانا كنصح بها البنات اللي عندهم مشاكل كثيره، عريسات، مقبلات على زواج، عندهم شي مناسبه ولا شي فرح، فمن الاحسن ديريها يوميا ما بين 3 ايام حتى 7 ايام بعد غسليها. تلاحظي الفرق انه النتيجه كاينه حاضره وبقوه. ما بغيتيش فممكن انك غير تفركيها
يعني كما كنقولوا حنايا تفركيها، كتزول الجلد الإوزة والوسخ والقشور الميته. في كلتا الطريقتين راه ناجحه. من بعد مثلا الا بغيتي تبقاي مداومه عليها غير مره ماشي يوميا بحكم المشاكل اللي حيدو، فممكن تداومي عليها مره يعني ديريها تقريبا ما بين 2 مرات أو 3 مرات أو مرة في الأسبوع على حسب الاحتياجات ديالك ليها. بحال دابا أنا البنات صراحة وليت كنديرها غير مرة ما كنديرهاش يوميا، لأنه الحمد لله ما عندي حتى شي مشكل. هذه هي الطريقة ديالي البنات ليها. أي تساؤل خليوه لي في التعليقات. دابا غادي نجي نطبق معكم ولا نشرح لكم كيفاش ممكن كريم نيفيا بوحديتو بيض لينا الوجه ديالنا ولا العنق ديالنا، ويعالج التجاعيد ويعالج الترهلات، يعني البشره ديالنا تبان مجبده. فانا لا انا لا الام ديالي لا الجده ديالي الله يطول لها في العمر يا ربي ويحفظها، فكنطبقوه يوميا. كل نهار في الصباح وفي الليل 2 مرات في النهار. النتيجه روعه ما شاء الله. النتيجه كما كنقولوا منذ اول استعمال، ما تحتاجيش كما كنقولوا شهور او ظهور باش تبان النتيجه، ولكن كيبغي المداومه. باش ما نكذبش عليكم ما نقولش لكم ديريه اليوم وما عمركم ما ديروه، لا، كيبغي المداومه يوميا. ممكن ديريه يوميا مده ديال شهر ديال شهرين على حسب المشاكل اللي عندك. انا الام ديالي ما كتقطعوش، كتبقى تاخذو يوميا كديرو، كتبقى تاخذو يعني ديما. ملي كتقادا كتشري تاني العلبه واحده اخرى. انا الصراحه ما كنديروش يوميا، مره كنديرو نهار، بعد مره تنغيب عليه شي نهار ولا يومين وكنعاود نرجع ليه. ولكن ماشي معناته انه صافي كنساه، لا، لانه اي حاجه نسيتيها راه ما غاديش تعطيك بطبيعه الحال النتيجه. خصوصا هذا كريم اللي هو خصك ضروري ديريه يوميا باش يعطيك نتيجه اللي هي مزيانه، لانه راه كيرطب البشره. البنات البشره خصها ترطب يوميا، راه لما ترطباتش كتنشف، وإلا نشفات بطبيعه الحال هنا كتكوني عرضه للتجاعيد سواء القليله ولا الكثير. هادشي اللي كاين البنات بخصوص الوصفه ديال الكنز الرباني ديال القهوه وكريم نيفيا اللي غتبيضكم منذ اول استعمال. ما تحتاجي شهر، ما تحتاجي شهرين كما كنقولوا. نسي عليا جميع الكريمات، جميع الماسكات وجميع السرومات، رميهم عليا اختي في الزباله وتبعي معايا هاد لاغوسيت، غتولي عندكم ان شاء الله ادمان ادمان ادمان. فغير جربوها حبيباتي وقولوا لي كيفاش جاتكم في التعليقات، واش عجبتكم واش ما عجبتكم، واش استفدتوا منها واش ما استفدتوش منها. انا الناس بدوري راه كنرحب بجميع التعليقات ديالكم، جميع الاستفسارات ديالكم. اي تساؤل اي حاجه خليوها لي. بالنسبه للبنات اللي يقولوا لي واش ممكن نرطبوا من بعد، فإلا عندك البشره عاديه الى دهنيه بلا ما ترطبي. ما عندك البشره شديده الجفاف عاودي زيدي واحد شويه ديال هذا الكريم هذا ورطبي به من الاحسن. ودائما الترطيب تيكون في الدار. الا خرجتي الزنقه ضروري من الواقي الشمسي باش تحمي الوجه ديالك من الشمس. بطبيعه الحال هذه مساله واضحه وبينه. هادشي اللي كاين البنات بخصوص هذه الوصفه. بالصحه والراحه، ونتلاقى معكم في فيديوهات مقبله. بسلام عليكم.